والله يا جدعان اللي بيحصل ده ما طبيعي، والله العظيم ما طبيعي. يعني ايه الزمالك بالظروف دي والمشاكل دي والكوارث اللي من بداية الموسم ومشكلة الارض وايقافات القيد ومفيش لعيبة ومفيش جنيه في النادي والزمالك يتصدر الدوري كده؟ الزمالك مش بيكسب بالصدفة، الزمالك بيكسب بأداء ونتيجة. يعني الزمالك ما بتجيش معاه بالصدفة كده وبيكسب بالصدفة. الزمالك عامل احسن اداء في الدوري، الزمالك اقوى خط هجوم في الدوري واقوى خط دفاع في الدوري. انت متخيل ومدرك؟ الزمالك مدلعنا، اقسم بالله الزمالك مدلع كل الزملكاويه. صلي على النبي واخبط لايك، لا اخبط لايك اجباري يا باشا، اخبط لايك اجباري. نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك على الاقل. الزمالك بيفوز على الاتحاد السكندري ويأكد الصداره عن استحقاق وبجداره. الزمالك باذنك يا رب بطل الدوري السنه دي. الزمالك عمل اعجاز مش انجاز. اللي بيقول لك الزمالك عامل انجاز، الزمالك ضد المنطق. اللي بيعمله الزمالك السنه دي ده اعجاز مش انجاز. موضوع الانجاز سهل، لكن اللي بيعمله الزمالك ده اعجاز والله العظيم. كرم من ربنا ان الزمالك لحد دلوقتي متصدر الدوري وسط العتاوله دول. انت لو هتتكلم على سكواد الاهلي واستقرار الاهلي وسكواد بيراميدز واستقرار بيراميدز، انت جنبهم صفر على الشمال حرفيا. انت ميت. ده انت سيراميكا استقرار ولعيبه وفلوس وكل حاجه، والبنك الاهلي نفس الكلام. انما انت يا زمالك صفر على الشمال بالنسبه لهم، وتعمل اللي بتعمله ده، فحرفيا ده اعجاز. الزمالك مبدع. انا بشوف الزمالك يا جدعان قاعد بتمتع، ما بقتش ان انا خايف ان احنا نتعادل ولا نخسر. الزمالك اداؤه مطمني. الزمالك وسط الظروف اللي هو فيها وقفات القيد ومفيش لعيبه، حتى اللعيبه الموجوده من اول الموسم اهلاويه وزملكاويه قال لك ازاي الزمالك هينافس باللعيبه دي والسكواد ده. الزمالك لحد دلوقتي ضد المنطق وبيعمل اعجاز. الزمالك مرعب والله العظيم، الزمالك مرعب. انا كزملكاوي بقيت بتفرج على الزمالك وانا مطمن. يعني انت بتتفرج على الزمالك انت كزملكاوي ولا قلقان ان انت تتعادل ولا تخسر، لان عارف ان الزمالك هيرجع في اي وقت. الزمالك بيتقدم، والزمالك لو اتاخر الزمالك بيرجع حتى لو في اخر الدقايق. الزمالك بيلعب بروح حاليا مش موجوده في اي فرقه في الدوري. الزمالك بيلعب باسمه وبتاريخه بالجمهور العظيم ده. الف تحيه لجمهور الزمالك. قوم كده منك ليه اضرب تحيه وتعظيم سلام للجمهور العظيم ده والنادي الزمالك الكبير قوي. نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، ودي الناس اتريقت عليها كتير، بس دي الحقيقه اللي بتحرق ناس كتير وبتوجع ناس كتير. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. الزمالك بيعمل اعجاز اقسم بالله يا جدعان. انت لو تتفرج على الزمالك، الزمالك بيقدم متعه كرويه. بالنسبه لي احسن فريق في مصر بيقدم كوره حاليا نادي الزمالك وسط الظروف والكوارث والمشاكل اللي هو فيها دي. الزمالك اول الدوري عن جداره واستحقاق. عندنا ماتش واحد في الدور الاول مؤجل، ماتش انبي، تخلصه تبقى 46 بونت، خلاص انت داخل على الدور الثاني. كلها 6 ماتشات وتحسم الدوري وتحصل المعجزه وقتها. انت لو حسمت الدوري اقسم بالله تبقى معجزه يا زمالك على الوضع اللي انت فيه والظروف اللي انت فيها ووضع منافسينك. هتبص على الاهلي، الاهلي بيقدم عك كروي والله العظيم. الاهلي بيقدم عك كروي وسط اللعيبه اللي عنده، تريزيجيه وبن شرقي وامام عاشور وزيزو وميزو مش عارف مين كتير قوي بالرمضان، بلاوي زرقاء في الاهلي وبيقدم عك. انت لو تشوفه في مباراه المقاولين فريق درجه تانية بيلعب المقاولين. والله ده بجد، والله العظيم ده بجد. ده الجون اللي اتلغى للمقاولين لو كان جه كان الماتش خلص تعادل، وخدها مني بجد كان الماتش هيخلص تعادل. الاهلي بيقدم عك كروي، اسمه عك كروي. الاهلي ما بيقدمش كوره وسط الاستقرار المالي وسط استقرار الاداره والاستقرار الفني واللعيبه وكل ده، كل ده عند الاهلي، والاهلي بيقدم عك كروي. انما الزمالك باقل امكانيات واقل سكواد ومفيش فلوس ومفيش استقرار اداري. الزمالك حاليا اول الدوري والزمالك بيحسم الدوري. انا عايز بس احيي المهدي سليمان، اللي الناس قالت ازاي المهدي سليمان يجي 39 سنه تجيب لي حارس 39 سنه وانت عندك عواد وصبحي تجيبه لي يعمل ايه؟ اديك شفت المهدي سليمان عمل ايه في كورتين. واحده بتاعت عبد الرحمن مجدي خلاص في المقص جابها، واحده بتاعت قفشه. انا بجد مش عارف ايه الثبات اللي عند المهدي سليمان ده، ايه الحلاوه دي؟ يلا تعالى لي بقى للاسطوره، الاسطوره ناصر منسي. ناصر منسي اللي هو قبل ماتش السوبر الافريقي على طول كان ماشي بعد الماتش وكان بره
بره قائمه الماتش اصلا، كان بره القايمه. حسام اشرف اتصاب، دخل ناصر منسي سجل هدف قدام الاهلي. من ساعتها ناصر منسي احسن مهاجم في مصر. ده مش كلامي، دي ارقامه اللي بتقول كده. الزمالك مبدع، الزمالك بيأكد الصداره، الزمالك فوق الاهلي وفوق بيراميدز، فوق الكل. الزمالك هو اللي فوق الجميع. الجمله دي كانت بتتقال للاهلي، بس الزمالك هو اللي فوق الجميع فعلا.